الشغف هو أكبر كذبة بنضحك بيها على نفسنا، وكلنا بنكون مستنيين اللحظة اللي هنكتشف فيها الشغف بتاعنا، وكأن كل حاجة بعدها هتبقى مظبوطة وحياتنا كلها هتبقى أحسن بعد ما نكتشف الشغف ده. بس تفتكر دلوقتي لو أنا سألتك إيه الشغف بتاعك هتعرف الإجابة؟ معظم الناس مش هتعرف ترد. مش بس كده، دول كمان هيحسوا إن في حاجة ناقصاهم. إزاي أنا ما عنديش شغف؟ إزاي ما عنديش شغف لحاجة معينة أقدر أقضي فيها بقية حياتي كلها؟ هو أنا في حاجة غلط ولا إيه؟ وجزء تاني من الناس هيلاقي ان في حاجات كتيره قوي بيحبها بس مش عارف يحدد الشغف بتاعه بالظبط، مش عارف يحط ايده على حاجه من الحاجات دي كلها عشان يقول هو ده الشغف بتاعي. بس انا جاي بقى في الفيديو ده اقول لك ان اوحش نصيحه ممكن اي حد يديها لك انك تجري ورا شغفك. انا احمد البكل، ولو اول مره تشوفني فحب اقول لك ان انت هتلاقي هنا كل حاجه محتاجها علشان تكون احسن، حتى لو بنسبه 1%. كلنا سمعنا نصايح عن قد ايه انت المفروض تجري ورا الشغف بتاعك، وكلام كتير كده زي اللي هو انت لو لقيت الشغف بتاعك انت عمرك ما هتحتاج تشتغل ولا يوم في حياتك. بس الحقيقه ان كل الكلام ده مش صح. احنا دايما في دماغنا ان الشغف ده حاجه هنلاقيها زي شغلانه الاحلام مثلا، او شخص معين هيفهمنا من اول نظره، او مكان معين هنروحه فمشاكلنا كلها هتتحل. الشغف هو ولا حاجه من الحاجات دي. بس قبل ما اقول لك هو ايه الشغف اصلا، تعالى كده نشوف ايه مشكله ان احنا شايفين الشغف حاجه نلاقيها او حاجه مستخبيه، كنز كده مستخبي ومفروض ندور عليه. ان احنا بنفضل ندور عليه بجد طول حياتنا، وعمرنا ما هنكون مبسوطين، وهنفضل دايما حاسين ان في حاجه ناقصه، في قطعه ناقصه عندنا. لو لقيناها حياتنا كلها هتتظبط، ومهما كان في حاجات بتحبها في حياتك هتفضل حاسس ان دايما فيك حاجه ناقصه. بس خليني اقول لك ببساطه جدا ان الشغف مش حاجه المفروض تلاقيها. الشغف هو احساسك وانت بتعمل كل حاجه دلوقتي، كل حاجه مش حاببها وانت بتعملها انت عندك شغف ليها. احساسك ان انت عايز تخلص مذاكره عشان الصيف يجي، ده شغف. احساسك ان انت عايز تخلص شغلك علشان الويك اند يجي، ده برضه شغف. مفيش حد لقى نفسه فجاه في الشغلانه اللي بيحبها. بيل جيتس مثلا ما جاش وهو صغير قال لك انا عايز اطلع اعمل شركه كمبيوتر وابقى الاول على العالم لمده سنين طويله، ولا ايلون ماسك جه قال انا عايز اشتري تويتر او عايز اعمل عربيات بتمشي بالكهرباء. محدش فيهم كان عنده الشغف للحاجه اللي بيعملها. هو اكتشف الاول ايه الحاجه اللي هو بيعرف يعملها، وبعد كده بقى عنده الشغف بيها. ومفيش حد مهما كان ناجح هتلاقي الشغف هو اللي بيحركه، لان انت لو بتحب حاجات معينه نسبه انك تطلع فلوس من الحاجات دي تقريبا صفر. لان انت ممكن تحب الحاجه كهوايه بس ما تبقاش متقبل الحاجات اللي بتتعمل من الناس المحترفين في الحاجه اللي انت بتحبها دي. ومين فينا ما كانش عايز يطلع ممثل او لعيب كوره او مغني لمجرد ان احنا شايفين حياه الناس دي من بره عامله ازاي؟ بس الحقيقه بقى انت تقدر تلتزم باللي الناس دي بيعملوه يوم بعد يوم. يعني انت تقدر تلتزم بتدريبات قاسيه جدا ونظام اكل معين لازم تمشي عليه علشان تقدر تلعب كوره، او ان انت تسهر بالليالي وما تنامش وتروح اماكن بعيده جدا لمجرد ان انت تكون ممثل شاطر. وممكن كمان تشتغل وتتعب سنين طويله جدا لحد بس ما يطلع لك عمل ولا اتنين يبتدوا يطلعوا اسمك في السوق. غالبا انت ما فكرتش في كل الكلام ده وانت بتشوف الشغف بتاعك فين، لان الشغف هو عباره عن احساس، هو مش حاجه ملموسه تقدر تجري وراها او تشوفها، هو مجرد احساس جواك. ممكن النهارده يبقى عندك شغف ناحيه حاجه معينه او حد معين، وبكره ما يبقاش عندك الشغف ده ليه. حتى واحنا صغيرين لما كان حد بيجي يسالنا نفسك تطلع ايه يا حبيبي لما تكبر، كلنا كاولاد على الاقل كنا بنقول عايزين نطلع بوليس، لان احنا واحنا صغيرين شايفين حياتهم مليانه سسبنس، مليانه اثاره، ان هو بيجري ورا الحراميه وبيقبض عليهم وبيعمل حاجات كتيره جدا. احنا نفسنا نعيش الحياه دي. بس لما بنكبر شويه وبنفهم بنلاقي ان الموضوع مش بس كده، ده يمكن يكون في ناس كتيره جدا من اللي في مجال الشرطه ما عملوش الحاجات دي اصلا. والحقيقه ان الشغف الحقيقي بياخد وقت، مش عشان نلاقيه، ممكن اكتر علشان نبنيه. تعال اقول لك ازاي. في دراسه اتعملت من واحده اسمها ايمي روزانسكي، كانت بتدرس الناس اللي هم الادمن اسيستنتس. المهم خلاصه الدراسه دي في الاخر ان هي اكتشفت ان انت كل ما تعمل الحاجه اللي بتعملها كل ما بقيت شاطر فيها، وكل ما بقيت شاطر في الحاجه دي كل ما شغفك زاد بالحاجه دي نفسها، حتى لو انت في الاول ما كنتش حاببها قوي. طب خلاص كده يعني انا عمري ما هلاقي شغفي وعمري ما هلاقي الشغلانه اللي بحلم بيها ولا هكون مبسوط في شغلي ولا مبسوط في حياتي؟ لا طبعا، زي ما قلت لك انت هتبني الشغف ده، وعلشان تبني شغفك محتاج الاول تلاقي الشغلانه المناسبه. في كتاب سو جود ذي كانت اجنور يو، كان نيوبرت مؤلف الكتاب اتكلم عن حاجه مهمه جدا اسمها كرافتسمان مايند سيت، او عقليه الحرفي بمعنى اصح. ببساطه هو كان بيتكلم عن الشغلانات المطلوبه، او زي ما كان بيقول الديزايربل جوبز. فهو هنا كان بيتكلم ان اي شغلانه علشان تكون مطلوبه محتاج يكون فيها 3 حاجات. لازم يكون فيها جزء ابداع، ويكون ليها تاثير، يعني الشغلانه اللي انت بتعملها بتاثر على الناس حواليك. وثالث حاجه يكون في حاجه اسمها الاوتونومي. الاوتونومي دي معناها ان انت يبقى ليك الحريه ان انت تتحرك في الوقت، يعني مش تروح في ميعاد ثابت وتمشي في ميعاد ثابت، لا انت عندك الحريه ان انت تظبط دنيتك اكتر شويه. بس طبيعي جدا بمبدا العرض والطلب ان كل الشغلانات المطلوبه بيكون عليها منافسه عاليه. المنافسه العاليه دي بتكون مننا احنا كلنا، فبيقول هنا عشان تقدر توصل
الشغلانه المطلوبه دي محتاج يكون عندك مهارات نادره ومهمه، والمهارات النادره والمهمه دي كان بيسميها الكارير كابيتال او راس مال عملك. والحقيقه ان كل ما مهاراتك دي كانت نادره اكتر في الشغلانه دي نفسها، كل ما كانت فرصتك اكبر ان انت تلاقي الشغلانه المناسبه او الشغلانه المطلوبه بالنسبه لك. نرجع بقى تاني لعقليه الحرفي اللي هي بتقوم اساسا على فكره ان انت تدور على الشغلانه المطلوبه بالنسبه لك، واللي هي عكس فكره الشغف او عكس فكره الحاجات اللي انت شغوف بيها، لان عقليه الحرفه دي بتعتمد على المهارات اللي عندك مش على الحاجات اللي انت بتحبها. بس الحقيقه هنا ان في مشكلتين. اول مشكله ان ساعات كتيره بتكون انت مش عارف اصلا طب هو انا ايه الشغلانه المطلوبه بالنسبه لي او ايه الشغلانه اللي انا نفسي اشتغلها. وتاني حاجه ان هي مش مهاره واحده بس، هي لو مهاره واحده بس كان كل الناس راحوا خدوها. هي كده زي ما تقول تجميعه من شويه مهارات، التجميعه دي هي اللي بتخلي كل شخص مميز عن الشخص التاني، وهي اللي بتخلي ان في شخص ملائم جدا للشغلانه دي وشخص تاني ممكن ينجح في شغلانه تانيه وما ينجحش قوي في الشغلانه دي. زي مثلا الحاجه اللي انا اتعلمتها على مدار سنين الشغل كلها، ان انت مهما كنت بتشتغل كويس دايما لازم يكون عندك مهاره ان انت تبين شغلك ده. وفعلا بتلاقي ناس كتيره جدا شغلهم اقل منك بكتير بس عندهم الملكه بتاعت ان هم يبينوا شغلهم ده فيقدروا يوصلوا لاماكن ابعد منك بكتير. فدي مثلا مهاره مش محتاجه كارير معين علشان تطورها، انت محتاج كده كده تطورها بغض النظر عن شغلانتك ايه. زي مثلا مهاره التفاوض، الكوميونيكيشن سكيلز، ان انت ازاي تتواصل مع الناس اللي قدامك. او مثلا في عصر الاي اي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، من اساسيات الحاجات اللي انت لازم تتعلمها البرمجه، او ان انت تفهم الاي اي ده اصلا نفسه بيشتغل ازاي علشان تعرف لما يحصل اي تطور في الشغلانه بتاعتك ازاي تستغل التطور ده لمصلحتك. لو فضلت طول حياتك بتدور على الحاجة اللي هتغير حياتك للأحسن أو الحاجة اللي انت تلاقي فيها شغفك، هتفضل تدور 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 وفي الآخر مش هتوصل لأي نتيجة. ومش هيجيلك بس غير إحباط إن انت دايما في حاجة ناقصاك وفي قطعة ناقصة جواك، وحياتك مش هتكون أحسن من غيرها. القطعة الناقصة دي هي تفكيرك إن اللي عندك كفاية بس محتاج تطوره وتظبطه علشان تقدر تشوفه بشكل احسن. وصدقني لو بدل ما بتضيع مجهودك في التدوير على حاجه مش موجوده وبدات تطور من نفسك وتطور المهارات اللي هي اصلا عندك، شغفك ده هو اللي هيدور عليك مش انت اللي هتدور عليه. محدش بيلاقي شغلانه احلامه ولا فتاه احلامه ولا في بنت بتلاقي فتى احلامها بين يوم وليله. الحاجات دي بس موجوده في الافلام والمسلسلات علشان يعملوا الحبكه الدراميه وتبقى قصه حلوه، لكن الحقيقه محتاجه تعب منك علشان تقدر توصل للي انت عايز توصل له. سواء بقى كان تعب في شغلك، تعب في علاقاتك مع الناس، تعب في اي حاجه، المهم لازم تتعب علشان توصل. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.